فيك. الحبايب في التصرفات اللي تثبت غلاوتك ومكانتك في قلوبهم وخوفهم عليك وحبهم الصادق ليك، مش أبدا بالأنانية والخذلان. اختاروا الحبيب اللي ينفع يشارك حياتكم، مش اللي يختار مصلحته قبل منكم. ومش كل اللي بنحبه بيبقى لينا. أوقات بنكتشف إننا اخترنا الشخص الغلط من البداية، لكن بيكون بعد فوات الأوان. مع قصة جديدة وأنا متأكدة إنها تعجبكم، بس قبل ما أحكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا الجميلة قناة حكايات ماجد فادي، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنقدمه. ويلا بينا قبل ما نبدأ قصتنا كالعادة نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وناخد 10 حسنات. انت طالق؟ ايه الكلام ده يا زين؟ زي ما سمعتي انت طالق. ارجع البيت ما لاقيكيش فيه. ايه ده؟ انت اخدت الفلوس بتاعت الورث صح؟ برافو يا زين، انا كده بقيت افراج والحمد لله. خلصت منك ومن همك ومن النكد بتاعك والاهمال والبرود، واحسن انك طلقتني. انا ما يشرفنيش اصلا ان انا عايش مع واحد اناني زيك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنت انتي؟ يلا اطلعي بره، امشي من هنا، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. قامت دخلت الاوضه وقالت: يعني انا ماسكه فيك وبعيط وبقولك والنبي ما تطلقنيش؟ زين هو مستغرب طريقتها وقوتها قدامه، حاول يضايقها وقال لها: على فكره انا هتجوز. اتجوز حد حيشك؟ يلا بقى طلقني علشان امشي من هنا. دخلت وجمعت هدومها وخرجت، ما لقيتهوش. حست بالحزن ونزلت دمعة خادعة من عينيها. افتكرت ايامهم سوا. هو كان متجوزها غصب عنه، لكن ما كانتش تتخيل ابدا انه يطلقها بالسهولة دي، خصوصا انها كانت بدأت تحبه. بصت بألم لأركان الشقة اللي قضت فيها 3 شهور من غير حياة. كان دايما بيتجاهلها وعمره ما حس بيها. وشالت شنطتها بخيبة أمل، وبعدين خرجت من البيت وراحت بيت أهلها. خبطت على باب البيت وأمها فتحت لها. سارة بابتسامة: ازيك يا ماما؟ أمها باستغراب: ايه اللي جابك في وقت زي ده؟ وفين جوزك؟ وايه الشنطة دي؟ سارة وهي بتمثل بلا مبالاة: عادي يا ماما، اتطلقت. أمها بخضة: يا مصيبتي يا بنتي، اتطلقتي ازاي وزين بيحبك؟ يعني عاوزاني امسك فيه واقول له والنبي خليني؟ اكيد انت السبب. سارة بصت لها باستغراب وحزن: انا السبب يا ماما، انا هدخل اوضتي علشان ارتاح. دخلت الاوضه وهي بتمنع نفسها من الانهيار. انا السبب؟ انا عملت ايه غير ان انا كنت بحاول اقرب منه وهو ولا كان معبرني؟ كانت معاملته جافه، كسرني وكسر قلبي. حياتي ما كانتش ليها طعم. انا مالي ومال وصيه ابوه؟ وبعدها افتكرت اول يوم جواز. فلاش باك. كانت سارة قاعدة يوم الفرح، كانت مبسوطة زي أي بنت. زين دخل وشافها وكان راسم على وشه البرود. سارة، أنا عاوزة أتكلم معاكي. اتفضل يا زين. زين اتنهد وقال لها: أنا متجوزك غصب عني يا سارة. ازاي؟ مش فاهمة، يعني ايه يا زين؟ يعني أبويا لما مات كتب في وصيته إن لو ما اتجوزتكيش خلال 2 من موته أملاكه كلها هتتوزع على الناس الغلابة، وأنا تعبت قوي في الشغل والشركة دي وما كنتش منتظر كده أبدا، ونفذت الوصية بتاعته. بس أوعدك يا سارة، خلال 3 شهور أول ما كل حاجة تبقى باسمي هطلقك. سارة بصت له بصدمة وقالت له: انت ازاي أناني كده؟ ازاي كده؟ أنا بكرهك يا زين. ربنا يسامحك يا خالي ويرحمك. باك قعدت تعيط تندب على حظها. أمها دخلت عليها وبدأت تعيط: يا خيبة أملك يا سميرة في بناتك، يا عيني عليا. في ايه يا سميرة؟ ما تهدي، يروح زين يجي أزين منه، ولا تزعلي نفسك. انا نفسي مش زعلانه لانه واحد اناني ومش بيحب الا نفسه، وانا ما كانش يشرفني ان اكمل حياتي مع واحد زيه. دخلت ندى بنت عمها اللي اول ما سمعت خبر طلاق ساره طلعت جري علشان تشمت فيها: ايه ده يا ساره اللي جابك عندنا؟ ساره بمرح: اصل اتطلقتي يا ندى، مش تباركيلي؟ عقبالك بقى تتجوزي وتتطلقي كده علشان نبقى اسره مع بعضينا. انت عابله ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ وبعدين تلاقيه زهق منك ومن طريقتك دي فطلقك. ساره بلا مبالاه: روحي اساليه اهو عندك، ما انتوا كده كده عارفين عن بعض كل حاجة. ندى بتوتر: ايه الكلام ده يا سارة؟ ايه يا حبيبتي؟ على فكرة انا مش زعلانة، انت زي اختي برضو، وانتوا الاتنين عينة واحدة، ما تفرقوش كتير عن بعض. ندى زهقت من كلامها، او بمعنى اصح معرفتش ترد عليها. سميرة بغضب: ايه يا بنت الكلام اللي انت قلتيه لبنت عمك ده؟ انت شايفاها جاية تشمت فيا ازاي؟ وكأن العرسان عليها توابير بنت المقشفة. يا بنتي بطلي طريقتك دي، تلاقيه طلعك بسبب دبشك ده. سارة بزهق: طيب يا امي ممكن تسيبيني لوحدي بقى؟ سميرة حست ببنتها وقربت منها وحضنتها: انا عارفة يا بنتي انك موجوعة وبتتمسكي علشان ما تنهاريش،
سارة بدأت في البكاء واستسلمت في حضن أمها اللي حست فيه بالأمان، حطم أي ذرة حب جوايا ليه. من أول يوم دخلت بيته وأنا بكرهه يا ماما، وبكره أي حاجة كانت ربطاني بيه. ليه يا ابن أخويا تحطم بنتي كده؟ ربنا يسامحك، أنا كنت بعتبرك ابني اللي ما خلفتوش. بعد أسبوع سارة ما كانتش بتخرج برا الأوضة، وكانت بتمثل اللامبالاة قدامهم كلهم وبتضحك وبتهزر كعادتها. وفي يوم سمعت صوت زغروطة جاية من تحت من شقة عمها سميرة وهي داخلة: الحقي يا بنتي، زين وندى خطوبتهم النهاردة. سارة سمعت الخبر وكأنها عارفة إن كل ده هيحصل. سارة وهي بتمثل: عادي يا ماما، مالك مخضوضة كده ليه؟ الاتنين ما شاء الله لايقين على بعض قوي، وأنا فرحانة قوي ليهم. سميرة بغضب: فوقي بقى، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ في ايه يا ماما؟ انت عارفة انا كمان هنزل ابارك لهم. يا بنتي انا عارفة انك بتمثلي الشجاعة، بس مش كده، خدي موقف. ماما ممكن لو سمحتي تخرجي بره علشان هلبس وانزل ابارك لابن خالي وبنت عمي، اكيد هيفرحوا قوي. وهبة اخت سارة جت، هي متجوزة في بلد تانية وكل فترة بتيجي تطمن على امها. هبة باستغراب: هي ايه الزغارات اللي عند عمي دي يا ماما؟ هو في حد حن على ندى وهيتجوزها اخيرا؟ حبيبتي عاملة ايه؟ مفيش، اصل زين طلقني ورمرم. هبة حضنتها حضن اخوي: الحمد لله يا سارة، انت اللي عاملة ايه؟ صدقيني والله ما يستهلكيش، وقلتلك مليون مرة الكلام ده، لكن هعمل ايه؟ الحب كان اعمى. مالوش لزوم الكلام ده يا هبة. وبصت لها بخبث: ما تيجي نبارك لبنت عمنا يا هبة. امهم اتكلمت وقالت: ربنا يستر، اصل انتوا الاتنين لما بتتجمعوا ابليس بيخاف. البنتين ضحكوا ونزلوا مع امهم تحت، دخلوا شقة عمهم اللي كان فيها الجيران متجمعة على صوت الزغاريد، ومنهم فرحان ومنهم شغال نم على العروسة، وكمان لأنهم كلهم عارفين إن زين كان متجوز بنت عمها. سارة وهبة دخلوا يزغرطوا. ندى بصت لهم بصدمة وحست إن نهايتها قربت، وكمان زين بص لهم باستغراب، وخصوصا لسارة اللي حس إنه مش فارق معاها خالص. سارة قربت عليهم بفرحة: ألف مبروك يا بنت عمي، ألف مبروك يا ابن خالي، والله فرحت لكم جدا، فعلا لايقين على بعض قوي. تعالي يا ندى بالحضن. وحضنت ندى وقالت لها: ألف مبروك يا عروسة، هي الدنيا كده مش دايما، النهارده في ايدك وبكره في ايد غيرك، حافظي عليه بقى علشان ما تجيش واحدة تخطفه منك. انت عملتي كده، بكره هتلاقي حد يعمل فيكي كده، ومبروك مرة تانية يا بنت عمي. ندى بصت لها بغيظ وسكتت. زين كان بصص لها وكأنه أول مرة يشوفها، كان مراقب كل حركاتها وضحكاتها وكلامها وجنانها، أول مرة يعرف إنها بالجمال ده، ولا علشان دلوقتي هي بعدت عنه. سارة وقفت جنب هبة وفضلوا يضحكوا ويتنمروا عليهم. شافت مرات عمها بتجيب الشربات ودي العقربة الكبيرة. سارة غمزت لهبة، هبة راحت لمرات عمها: هاتي يا مرات عمي أنا هديلهم الشربات، روحي يلا شوفي المعازيم انتي. مرات عمها بصت لها بشك، وبعدين شافت حد بينده عليها وراحت له. هبة راحت ناحية ندى وزين، ولسه هتقرب منهم عملت نفسها بتقع، وهوب الشربات كله وقع على ندى. مش تحاسبي يا مغل انتي؟ انا بغل؟ ربنا يسامحك. وسارة قربت منهم. ندى بصت لها وقالت لها: انت اللي عملتي كل ده علشان متغاظة اني اخدت حبيبك منك، وانك كنت استبني عقبال ما ياخد الورث ويتجوزني انا. رد زين عليها وقال لها: ندى، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ سارة بصت له بسخرية وقالت له: وهو مين السبب في كل ده؟ مش حضرتك؟ مالكيش دعوة بيه، كلميني انا علشان عارفة الحقد والغل اللي جواكي. انا مش هتكلم معاكي يا ندى، انا هعمل كده. وهوب مسكت ندى من شعرها ونزلت فيها ضرب. وهبة واقفة حاسة بالفخر من اختها، وزين حاش سارة بعيد عنها. زين بعصبية: ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت مجنونة؟ باخد حقي يا استاذ زين علشان انت السبب في كل اللي بيحصل ده. بصراحة اللي كان المفروض ياخد العلقة هو انت مش هي. وبصت لندى بغل: ما تفكريش ان انا ضربتك علشان غيرانة منك، علشان اتجوزت اللي كان جوزي، لان انا اكتر واحدة مبسوطة ان اتطلقت منه. انت اخدت الحاجة اللي انا استعملتها لانك طول عمرك بتعملي كده. انا ضربتك علشان قلة ادبك، ولو كنت قلتيلي كلمة زيادة كنت هدفنك مكانك. انا عاملة حساب لعمي اللي هو للأسف ما تعبش في تربيتك. خلاص يا سارة، هي ما تستاهلش تتكلمي معاها اصلا. وهبة اخدت سارة ومشيت. طلعوا فوق وامهم وراهم. سميرة بغضب: انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت كده مفكرة انك اخدتي حقك؟ بالعكس، انت قللتي من نفسك ومن كرامتك ومن قيمتك، وظهرت لها كمان انك غيرانة. سارة بلا مبالاة: اهم حاجة ان اخدت حقي. انا لو كنت عشت عمري كله ما كنتش هاخد حقي، وانا مش ضعيفة يا امي، وانت اكتر واحدة عارفة اني مش بخاف من حد خالص. ربنا يهديكي يا بنتي. هبة بضحك: بس انت ايه يا بنتي يا سارة، رنتيها علقة محترمة عجبتني. سارة بضحك: مش كده برضو؟
بقى بنت المقشفه دي تعمل معايا انا كده؟ وراحت كلمت خطيبي قبل كده وفركشت الحكايه وبعدها سابته وراحت لزين لما لقيتني هتجوزه. هي طول عمرها كده يا ساره، عندها مرض انها تاخد الحاجه اللي انت مستعملاها، بتغير منك. عارفه ان انت لو اتخطبتي لواحد احسن من زين هتروح له وتسيب زين طبعا. ساره ضحكت وقالت يلا هخدت اللي ربنا قدرني عليه، العقربه بنت العقربه دي. سميره دخلت لساره وقالت لها عمك يا بنتي بره عاوز يكلمك. ساره خرجت لعمها اللي شافت الدمعه في عينيه. انا اسف يا بنتي على كل اللي حصل، انا ما قدرتش عليها هي وامها، وانا لحد دلوقتي مش موافق على الجوازه دي. انا عارفه يا عم انك مالكش اي ذنب، واحنا الاتنين بناتك، بس عاوزاك تفهم انها لو لعبت معايا تاني انا هندمها قوي، وكمان مش هكتفي بعلقه بس. حاضر يا بنتي. ومشي عمها. ايه يا سميره مش عامله لنا محشي ولا ايه؟ ولا البت هبه هتروح على لحم بطنها؟ اعمل ايه يا بنتي، انا ما بعرفش ازعل منك. يلا يا ستي علشان ناكل. وفي صباح يوم جديد ساره قامت بكل نشاط، لبست هدومها وخرجت. رايحه فين يا ست ساره؟ رايحه ادور على شغل يا سوسو، مش هفضل قاعده كده. طيب يا بنتي ربنا معاكي، بس طلب. ايه يا سوسو؟ لو شفت ندى او زين مالكيش دعوه بيهم يا ساره. ما تقلقيش يا ست الكل، هما كده كده اصلا مش في دماغي. شاطره يا حبيبتي، عاقله من يومك، تربيتك يا سوسو. ساره نزلت من البيت بخبز وركبت تاكسي وراحت لمكان ما. ساره نزلت من العربيه ودخلت الشركه اللي قدامها بخبز وابتسامه ماكره. طلعت فوق على مكتب المدير. السكرتيره. مين حضرتك؟ ساره بصت لها من فوق لتحت. انا ساره بنت عمه الاستاذ زين. طيب ثواني حضرتك هديله خبر. ساره استنت ولسه علامات الخبز على وشها. اتفضلي يا فندم. زين حس بفرحه ان ساره موجوده، وتخيل انها جايه له علشان تعتذر منه على اللي حصل امبارح، وانها عاوزه ترجع له. زين لما شافها امبارح ندم قوي انه سابها. فعلا الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه الا لما تضيع منه. ساره دخلت بكل ثقه وقعدت قدامه وحطت رجل على رجل. جايه ليه يا ساره؟ جايه استلم حقي. المحامي كلمني وقال لي ان انا اجي استلم حقي اللي خاله كاتبه ليا. زين بصدمه. ايه؟ انت عرفتي منين؟ ساره بثقه. جرى ايه يا زين؟ لسه قايله لك المحامي. اتخضيت ولا ايه يا ابن خالي؟ انا عرفت دلوقتي خاله خلاك تتجوزني ليه. كنت عاوز تضحك عليا وتاخد تعبي وفلوسي. انا قلت برضو خاله مش ندل ومش هياكل حقي ولا حق امي ولا اختي. انا اشتغلت هنا زيك ويمكن اكتر منك كمان. زين بتوتر. طيب يا ساره اهدي بس. ايه خفت ولا ايه يا زين؟ علشان كده منعتني ان انا اجي الشركه بعد موت خالي. ما كنتش عاوزني اتقابل مع المحامي، بس الحمد لله لعبتك اتكشفت وكل حاجه بقت على المكشوف يا ابن خالي. تاخدي كام يا ساره وتتنازلي عن حقك؟ ساره بتحدي. تاخد انت كام وتطلع براها خالص؟ زين بعصبيه. بتتحديني يا ساره؟ واتحدى 10 زيك. انت مين انت اصلا؟ اكيد خالي كان عارف بغدرك ده، علشان كده كتب جزء من الشركه باسمي، والصراحه دي حاجه فرحتني جدا، وكمان فرحت اكتر انك كل يوم هتشوفني هنا. طب ايه رايك يا ساره نرجع لبعض؟ ساره بضحك. نرجع؟ ده لما تشوف حلمة ودنك يا زين. انت لو اخر واحد في العالم عمري ما هتجوزك. عن اذنك انا رايحه اشوف شغلي. ساره خرجت وهي متعصبه من كلامه، وكمان طلبوا انهم يرجعوا. هي عارفه انه مش عايز يرجعها علشانها، هو عاوز يرجعها علشان الشركه ما تروحش منه. هو في بجاحه اكتر من كده؟ ساره دخلت مكتبها اللي كانت فيه قبل كده. ايه ده يا ساره انت جيتي تشتغلي تاني؟ ازيك يا مراد عامل ايه؟ مراد بحزن وهو بيقول لها انا كويس يا ساره وانت عامله ايه؟ وحياتك مع زين؟ ساره خدت نفس عميق. الحمد لله اتطلقنا. مراد بفرحه حاول يخفيها لانه بيحبها حب من طرف واحد. ده بجد يا ساره ازاي ده؟ عادي مفيش نصيب يا مراد، مش احنا برضو كنا صحاب يا ساره؟ طبعا وما زلنا يا مراد. خلاص وقت الراحه نروح نتغدى سوا وتحكي لي ايه اللي حصل. اوكي؟ ساره بابتسامه. اوكي.